هو إحنا بنعمل إيه؟ حقيقة جواب هو إحنا بنعمل إيه في القناة دي على الأقل هقدر أجاوبك عليه. في القناة دي أنا بشارك الحاجات اللي أنا بعملها، الحاجة اللي أنا بتعلمها، الحاجة اللي أنا حسيت إنها مفيدة عليا وممكن تكون inspiring، يعني بتستلهم ملهمة لحد تاني إن هو يستخدمها. أنا في حياتي بتعلم الرسم وبتعلم لغات، ففي القناة دي أنا بشارك الحاجات اللي أنا بعملها. طيب، في تعلم الرسم أو الكرافت عموما، رسم تريكو، كروشيه، نحت، آه، ديكوباج، كولاج، whatever، كل الحاجات دي أنا بستخدمها بإن أنا بتعلمها بإن أنا باخد من كتب وبستلهم أفكار من فيديوهات ناس تانية غالبا أجانب. فمن هنا عرفت إن اللغات شيء مهم. طيب، أكتر لغة منتشرة على مستوى العالم إيه؟ هي الإنجليزي. طيب، أنا عايزة أتعلم إنجليزي. طبعا أنا خريجة مدرسة عادية، بنستخدم الإنجليزي في المدرسة، كنا بنستخدم الإنجليزي في الكلية في الجامعة لأن أنا خريجة هندسة. لكن الإنجليزي بتاع المدارس غير الإنجليزي اللي بنقابله. فتمام. طب إيه الحدوتة؟ الطريقة اللي أتعلم بيها إنجليزي مع نفسي. رقم واحد، دورت على منصة تكون بتدي كورسات إنجليزي، تعمل اختبار من تحديد مستوى مجاني، فكان من ضمنها ال AUC، الجامعة الأمريكية في مصر. حددت مستوى وبدأت معاهم كورس. طب ده جزء هيعلمك ايه؟ هيعلمك جرامر، هيعلمك رايتنج، هيعلمك reading، هيعلمك comprehension. تمام. الجزء ده كمان. طب بس انا اتكلمتش. طب اوكي، افضل طريقة تتعلم بيها لغة ان انت تتكلم مع native speaker. آه انا ما اعرفش native speaker. اوكي، كلم نفسك. طب ما انا لو كلمت نفسي برضو هنطق غلط. طب ايه الحل؟ وصلت المعلومة، استلهمتها من حد تاني برضو، وناس كتير اتكلمت عليها، اللي هي شادوينج تكنيك. طيب، ايه شادوينج تكنيك؟ شادوينج تكنيك ان في حد بيقرا، هو ناتف، هو بيقرا صح، وحضرتك بتسمع منه وبعدين تكرر وراه. طب الموضوع ده طويل قوي، وحكاية التعليم لأي حاجة طويلة. الحقيقة حسب قدرتك على الاستيعاب والتركيز ممكن تاخد معاك سنين، ممكن تاخد معاك شهور، بس في جميع الأحوال انت محتاج تمارسها يوميا، لأن الحاجة اللي هتمارسها هتفضل فاكرها. نعمل ايه؟ وانا بمل، يعني انا بني ادمه ملوله، بحب يكون عندي اكتر من حاجه بعملها في البيت في اليوم، لان انا ملوله، واكيد اللي بيتفرج عليا زيي. فطب ماشي، علشان انطق واتكلم وما بانش ان انا عبيطه واتكلم مع نفسي، أه، اتكلم مع مين؟ بدات ان انا اعمل حته ان انا ادور انا عايزه اقرا ايه، وباخد معلومات عنه، منها هتبقى ثقافه عامه، ومنها ان انا اقرا بالانجليزي ورا حد. فبدأت أعمل حكاية إن أنا بدور على معلومة، فباخد باراجراف معايا يتكتب، أخلي حد من اللي مسجلين صوتهم ناتيف سبيكر. أنا بحب اللكنة البريطاني، لأن هي دي أساس الإنجليزي اللي انتشر في العالم، فأنا بحب أخد الحاجة من منبعها. فبدور على اللكنة بريطاني، بخلي حد يقراها لي باللكنة البريطاني. حد ده ذكاء صناعي على فكرة. فباخد المعلومة اللي أنا بدور عليها وببدأ إن أنا أكتبها. طب ليه بركز على موضوع معين؟ بركز على موضوع معين زي مثلا إن أنا الجزء الأولاني أو البلاي ليست الأولانية اللي أنا بتعلم معاها وبتدرب معاها، هي عن الآرت، عن الآرت هيستوري، المدارس الفنية، الفنانين الموجودين، الأساليب، لأن دي أقرب حاجة للي أنا بحاول أتعلمه من الناحية التانية، اللي هو الرسم والفن التشكيلي والجو ده. تمام. طب ليه بكرر؟ ما هو في علوم تانية، في جيولوجيا، في اقتصاد، في كلام من ده، اوكي، جاي وقته، جاي هتمرن عليه. بس لما باخد لستة واحدة بتتكلم على موضوع واحد، بلاقي الكلمة بتتكرر، فبصلح نطقي فيها.
فمثلا رينيسانس اللي هي رينيسانس. رينيسانس ده النطق الأمريكاني، رينيسانس النطق البريطاني. بدأت أصلحها، كلمة بتتكرر. تشابل، تشابل يعني الأبرشية. الكلمة دي أنا مش فاكرة كنت بنطقها غلط إزاي، بس عموما بدأت تتصلح، لأن من أسوأ الحاجات إن إحنا بننطق غلط. علشان ثبتت يعني، بالنسبة لي على الأقل، إن تصليح نطق كلمة أنا عارفاها قبل كده أصعب بكتير من إن أنا أتعلم نطق كلمة جديدة من الأول، صح؟ طيب، ده السبب في إن إحنا بنكرر، لأن أنا بتمرن ربع ساعة في اليوم، بسمع مرتين تلاتة واقعد انا اكرر وانا بسجل لنفسي واشوف التوقيت واشوف نطق الكلمة، وفي كلمة بتوقفني واتلعثم فيها، وفي كلمة بتتنطق معايا سالكة، وفي كلمة صعب ان انا اصلحها لان انا اتعلمتها من الاول الغلط، دي بتاخد وقت اكتر معايا. دماغي كده يعني، ما عليه. وربع ساعة في اليوم، بس لما اكرر الربع ساعة دي كل يوم، ده اسمه التعليم بالتكرار. فالكلمة بتثبت، فأنا ما باخدش كلمة كلمة كده حتى لو كانت كلمة جديدة وأقعد أمسك وأقعد أملى الورقة وأنا عمالة بحفظها. أنا باخد الباراجراف كله على بعضه، لو في كلمة هي اللي عندي فيها مشكلة ببدأ أقعد أكررها كم مرة كده لوحدهم، وبعدين أرجع تاني أخد الباراجراف كله مع بعضه، علشان أنا بحاول أحسن الفلوينسي بتاعت نطقي، إن أنا أنطق فلوينت، أنطق بسلاسة وأكون مفهومة. فعلشان ده يحصل لازم اتعلم اسمع كويس وانطق علشان اخد الشجاعة. فعلى الاقل بنطق زي ما انا بتكلم كده قصاد كاميرا، او قصاد تسجيل صوت، واسمع صوتي واقارن ما بينه وما بين اللي فات. انا بعمل ده ربع ساعة في اليوم مع اي حاجة تانية. فانا لما بشارك في فيديوهات التمارين اللي انا بتمرن عليها، دلوقتي انا بتكلم مثلا عن الارت، بعد ما اخلص لستة المعلومات اللي انا بحاول اثقف نفسي فيها في الارت، هبدأ ان انا اتكلم على موضوع تاني عن الجيولوجيا، مثلا عن الهيزرد، الكوارث الطبيعية. بما ان في حاجات بتحصل حوالينا مش تمام يعني. ممكن نتكلم عن التكنولوجي، ممكن نتكلم عن الاناتومي. اي حاجة تانية هندخل فيها هناخد لستة، هنكرر مع الليستة دي فترة من الزمن. الفترة دي كفيلة ان احنا نحفظ الكلمات بنطقها الصح. ده اللي انا بعمله. نفس الشيء برضو في تعليم الفن، لو في حد متابع معايا الجزء بتاع الرسم. انا باخد مثلا حاجة زي الروكس، الصخور، ازاي ارسم الصخور بخامات مختلفة، بالقلم الحبر او بالقلم الجاف يعني عموما، بالووتر كولر، بالجرافايت، بالشاركول، بالباستل، whatever الخامة اللي أنا بستخدمها. أنا بجرب الرسم الحاجة دي بكل الخامات. حاجة تانية كمان، من ضمن حاجة اسمها إن أنا بستخدم اللغة، إن أنا مثلا هنا التودو ليست بتاعتي واليوميات بتاعتي بكتبها بالإنجليزي عشان أعمل براكتس للغة. فبحتاج لكلمات، فبروح لقاموس عشان ادور على الكلمه اللي انا عايزه اعبر عنها ومش لاقياها، مش موجوده في ذهني، او احاول ان انا الف حوالين الكلمه ان انا اوصفها. دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتطور اللغه. فهي الحاجات كلها داخله في بعضها يعني. انا الحاجات اللي انا بتعلمها والحاجات اللي انا بحبها انا بشاركها مع الناس اللي يمكن يكون في حد موجود آم، اهتماماته فيها شبه من اهتماماتي ولو في شيء واحد، فأنا بقول له الطريقة اللي أنا باتبعها. قد أصيب وقد أخطئ. دي الحاجة اللي شغالة معايا لحد دلوقتي. ربما بعد كده ألاقي طريقة تانية أو أستلهم طريقة تانية أو أكتشف طريقة تانية برضه هشاركها. فده جواب إحنا بنعمل إيه.